اتفضل. شكرا. في شكرا فلوس؟ تخيل وانت رايح تجيب قهوتك اللي انت اصلا طالبها تيك اواي، تلاقي الكاشير بكل الشياكه بيلف لك الشاشه وبيقول لك ممكن تختار نسبه البقشيش 15 ولا 20 ولا 25%. الظاهره دي اجتاحت العالم باسم التيبفليشن او تضخم البقشيش، واحنا هنا بقى في مصر واخدينها ليفل الوحش، او كما قال رجل حكيم اخدنا التيبفليشن في حته ثانيه خالص. بس قبل ما نروح للاداء المصري خليني احكي لكم اخواننا الامريكان عاملين ايه في الموضوع ده. في امريكا 80% من الناس بيقولوا ان ثقافه البقشيش خرجت عن السيطره. الشركات بدل ما بتدي للموظفين بتوعها مرتبات كويسه بقت بتعتمد ان الموظفين بتوعها ياخدوا بقيه مرتباتهم بقشيش، وانت كمستهلك عارف ان الشخص اللي قدامك ده معتمد على البقشيش بتاعك اللي انت هتدفعه كجزء من دخله. فلما بيدور الشاشه وتشوف ان انت محتاج ان انت تدفع بقشيش بتحس بالاحراج، وده اللي اسمه الجيلت تيبنج. فانت بتدفع عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام الكاشير والناس اللي وراه، مش علشان خدت خدمه مميزه. اما في مصر بقى فالموضوع بقى حق مكتسب، احنا بقينا بندفع البقشيش 3 4 مرات. بتروح المطعم تاكل الاكله تيجي لك الفاتوره تلاقي الفاتوره زايد عليها 12% رسوم خدمه. المفاجاه بقى ان ال 12% دي المفروض ان هي قانونا تتوزع على العمال، بس في مطاعم كتير بتاخدها لنفسها. فالويتر يقول لك كل سنه وانت طيب لان هو كده كده مش واخد حاجه من ال 12%، والسايس يقول لك كل سنه وانت طيب، وبتاع البنزينه وانت بتفول يقول لك العداد عامل 645 جنيه يا فندم، تحب اخصم كام؟ وللاسف الظاهره دي بتدمر تجربه العميل تماما، لان العميل ممكن يكون اكل احسن اكله بس بيخرج من المطعم حاسس انه اتقلب، بالذات لو عازم المدام او صحابه او معاه ولاده، فبيكون مجبر ان هو يدفع علشان خاطر ما يعملش مشكله وشكله قدام الناس دي ما يبقاش وحش. الاحراج مش استراتيجيه تسعير، ده ابتزاز عاطفي بيخلي العميل مش عايز يرجع المكان ده تاني. البقشيش دايما محتاج يكون مكافاه على خدمه استثنائيه، مش ضريبه اجباريه علشان صاحب الشغل مستخسر يدفع مرتبات كويسه. انت ايه رايك؟ هل انت بتدفع بقشيش علشان مقتنع والخدمه فعلا كانت كويسه، ولا عشان مكسوف؟